شفنا الهدف الأول هذا جاء ممكن كان السيد جمال الشريف معناتها أقر أن هنالك تسلل في قبل تنفيذ الكرة، لكن نتصور أنه أنا بوجهة نظري الخاصة أنه الحارس قلة خبرة الحارس كان لها دور، لأنه الكرة خذات ممكن ثلاثة ثواني أو ثانيتين قبل ما توصل للعارضة، والكرة كانت في متناول ممكن الحارس هوائيا. الحارس لم مثلا يتلقى ولم يقرأ معناتها اتجاه الكرة اللي ارتطمت بالعارضة ودخلت في الهدف الثاني كان على اثر ضربة جزاء. الهدف الثالث نقول انه ارجاع الكرة للخصم من الحارس هذا ممكن يتحمل جزء منه الحارس جزء كبير. نعرف انه حارس المرمى دائما لما يتعرض الى مع التصويب من بعيد لابد ان يكون توجيه الكرة في ردة فعله تكون على الاطراف. هنا الحارس ما يتحمل اي هدف بصراحة في الهدف هذا، انه اولا البدايه الشمام اعطى فسح المجال لكابونجو ان يعكس الكره، واللاعب